تخيل معايا كده لو قلتلك ان الاهرامات العظيمة اللي الملايين بيزورها كل سنة ما كانتش في الاصل حجر. ايوه، زي ما بقولك كده، الاهرامات كان ممكن تبقى اكوام من الطين، بس اللي حصل بعد كده كان معجزة حقيقية بكل معنى الكلمة. حولت الطين ده لرمز للخلود. استعد، عشان اللي هقولك النهاردة عليه هي اسرار البناء اللي محدش قدر ان هو يجيب سيرتها قبل كده. واول نقطة هنبدأ نتكلم فيها في حلقة النهاردة هي الطين، البداية اللي محدش بيحكيها. الناس دايما فاكرة ان الفراعنة اول ما قرروا يبنوا الاهرامات راحوا جايبين احجار ضخمة وكبيرة جدا من الجبال وخلاص، بس الحقيقة ابسط واقل من كده بكتير جدا واغرب كمان. اول خطوة في بناء الاهرامات كانت الطين، بس مش الطين العادي اللي احنا بنشوفه في اي حتة، لا، ده كان طمي النيل نفسه. المصري القديم كان بيعتبر الطين في النيل ده هو روح الارض. كانوا بياخدوا الطين ده وبيخلطوه بالقش وبألياف النباتات ويعملوا منه قوالب طوب طيني. والفكرة كانت بسيطة جدا، احنا لسه في البداية، نبني الاساسات ونبني الممرات التجريبية ونجرب كل خطوة بالتفصيل. والطين كان بالنسبة ليهم بيعتبر وسيلة من وسائل التدريب قبل ما يمسكوا في الحجر، وتجربة عملية لأي خطأ هندسي أو تصميمي ممكن يحصل بعد كده. ودلوقتي هنخش في تاني نقطة، من الطين للحجر، القرار المصيري. في لحظة فارقة الفراعنة أدركوا إن الطين ده مش هيعيش ومش هيدوم آلاف السنين، والملك زوسر اللي كان بيدور على الخلود مش مجرد مبنى وخلاص، قرر ان هو يتحول من الطين للحجر. هنا ظهر العبقري او المهندس العبقري محتب، الراجل اللي غير كل قواعد اللعبة. محتب قال لهم لو عايزين تبنوا للأبد لازم تبنوا بالحجر، وبدأ ينقلوا تقنية الطوب الطيني لتقنية اسمها تقنية كتل الحجر الجيري بنفس طريقة الرص وبمواد تعيش آلاف السنين. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن ورش البناء، مصنع الحجارة على أرض الواقع. في ناس كتير فاكرة ان الأحجار كانت بتتشال من الجبل وتتشد بالحبال وخلاص، لكن كان في مصانع كاملة جنب موقع البناء نفسه. أيوة، الفراعنة كانوا بيجيبوا الأحجار الضخمة من المحاجر، لكن قبل ما تتنقل وتتحط في الهرم كانوا بيشتغلوا عليها في ورش نحت وتشكيل. العمال كانوا بيسقلوا كل حجر وينعموه بدقة غريبة وقوية جدا، والمشرفين كانوا بيقيسوا كل الزوايا، وكل حجر كان بيتصمم عشان مكانه بالظبط جوه الهرم وكأنه قطعة بازل. والورش دي كانت شغالة 24 ساعة في اليوم بنظام النوبات عشان المشروع يمشي زي الساعة. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن نقطة حساسة جدا، وهي النيل، شريان الحياة اللي شال مشروع الهرم على كتافه. ودلوقتي هنسأل سؤال منطقي، طب ازاي كانوا بينقلوا الأحجار دي؟ كانوا بيستغلوا فيضان النيل كوسيلة نقل ذكية. لما الفيضان كان بيجي كانوا بيقدروا ان هم يبنوا ممرات مائية مؤقتة. تخيل كده حاجة زي القنوات المائية الصناعية بيوجهوا فيها المية لحد موقع البناء، والأحجار كانت بتتحط على زحافات خشبية وبعدين يتكب عليهم المية قدامهم عشان الزحلقة. والموضوع ده كان علمي بحت، ناس ومهندسين دارسين الاحتكاك والوزن والتوازن، مش مجرد حجر بيتسحب بالحبال زي ما بنشوف في الافلام الخيال العلمي والافلام الوثائقية. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن السلالم الرملية، السحر الحقيقي للبناء. هنا بقى هنبطل نصدق فكرة المنحدر الواحد الطويل. الحقيقة انهم كانوا بيبنوا سلالم منحدرة حوالين الهرم. السلالم دي كانت بتتعمل من الرمل والطين، وكل ما الهرم يعلى السلالم كمان تعلى معاه. الميزة هنا كانت اسهل في النقل واسهل في التعديل، والاهم بتقدر السلالم دي ان هي تديك زوايا مرنة عشان تقدر ان انت توصل لاي مكان في الهرم. بمعنى تاني، السلالم دي كانت تعتبر بمثابة الاسانسير بتاع الوقت ده. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن التلميع، المرحلة الأخيرة في بناء الهرم. الأهرامات اللي احنا بنشوفها دلوقتي خشنة وصعبة في ملمسها، كانت زمان حرفيا بتلمع.
الأحجار الخارجية كانت ناعمة بحرفية، وكان في طبقة من الحجر الجير الأبيض اللي كان بينعكس من عليه ضوء الشمس، فبيخلي الهرم كأنه منور من بعيد. وتخيل معايا كده واحد راكب مركب في النيل شايف من بعيد حاجة بتلمع في قلب الصحراء. ده مش مبنى، ده رسالة من ملوك الفراعنة للعالم كله، احنا هنفضل موجودين هنا للأبد. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم في نقطة مهمة جدا. الهرم مش مجرد قبر، لا ده رمز للخلود والعلم. الهرم ما كانش مجرد مقبرة، ده كان معبد علمي وفلكي، والزوايا بتاعته متصممة بدقة عشان تتماشى مع الاتجاهات الأربعة بدقة رهيبة. والممرات الداخلية مش معمولة بشكل عشوائي، دي كانت معمولة بحسابات فلكية دقيقة جدا، وكل ده عشان يخلي روح الملك تطلع للسماء وتبقى جزء من النجوم وجزء من الأبدية. ودلوقتي بقى هنخش على نقطة حساسة جدا ومعظم الناس فهمها غلط. العمال مش عبيد زي ما بيقولوا. في كتير من الناس بتصدق الأفلام اللي بتصور العمال اللي بنوا الأهرامات كأنهم عبيد وبيتعاقبوا على أي غلط بيعملوه، بس الحقيقة كانت مختلفة تماما. العمال دول كانوا فنانين وحرفيين بيشتغلوا في مشروع قومي بيعتبر شرف لحياتهم، والحكومة كانت بتوفر ليهم أماكن إقامة كاملة جنب مواقع البناء، وأكل وشرب وعلاج وأجور كويسة. وفي أحيان كتير جدا كان بيتوفر ليهم أراضي بعد ما بيخلص المشروع. تخيل كده العمال كانوا بيشتغلوا بنظام الفرق، وكل فرقة كانت بتسمي نفسها بأسماء بطولية وقوية جدا زي كاسري ظهر العدو، والفرقة الملكية الخالدة، وصقور الملك خوفو. ده غير ان الملوك كانوا بيعملوا لهم اعياد واحتفالات مع كل انجاز كبير، وبيكرموهم قدام الناس كلها كأنهم ابطال شعب حقيقيين مش مجرد عبيد. المفاجأة ان علماء الاثار لقوا ليهم مقابر ضخمة جدا اتدفنوا جنب الاهرامات بنفس طقوس الدفن الملكية، لانهم كانوا بالنسبة للمصريين جزء من الخلود زي الملوك بالظبط. ودلوقتي بعد ما عرفت ان الاهرامات مش مجرد احجار مرصوصة ولا عبيد بيبنوا زي ما الافلام بتقول، دي حكاية شعب كامل قرر يحول الطين للخلود وحضارة رفضت تموت. لو الفيديو ده خلاك تشوف الاهرامات بنظرة مختلفة، يبقى لازم تدوس لايك جامد دلوقتي وساعدني ننشر الحقيقة دي للعالم كله. ولو لسه مش مشترك في القناة يبقى ايه اللي مستني عليه؟ دوس سبسكرايب حالا وفعل زرار الجرس، لان اللي جاي اقوى واغرب بكتير، وقصص هتخليك تحس انك عايش معاهم جوه الحضارة نفسها مش بس تتفرج عليها. استناني في الحلقة الجاية. وقبل ما تقفل الفيديو انزل تحت واكتب لي رأيك في الكومنتات، وقول لي ايه اكتر حاجة صدمتك في اسرار بناء الاهرامات.